السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية طبعا بحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من الكل يشوف اللايف سواء على الفيس أو على اليوتيوب، يعمل لايك وشير عشان الناس كلها تشوف اللايك وتشوف الكلام اللي احنا هنقوله. وعندنا مواضيع مهمة النهاردة عايزين نتكلم فيها. أول حاجة النهاردة، بس أهم حاجة يا جدعان، بس الناس تخش معانا في اللايف، تعمل مشاركة عشان الكلام بتاعنا يوصل لكل الناس. ويا ريت تكتبوا لنا تعليقاتكم على الكلام اللي احنا هنقوله. طبعا في البداية عايز اقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر، ويعودوا علينا ان شاء الله باليمن والبركات والخير لكل الأمة الإسلامية يا رب. عايز ابتدي واقول ان رسميا الزمالك يعود للمشاركة في الكونفدرالية بعد غياب 4 سنين منذ آخر نسخة توج بها في 2019 بعد فوز بيراميدز النهارده على سموحة 5-2. يخطف مكان الزمالك هذا الموسم ويشارك في دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك، ويرسل الزمالك للكونفدرالية الموسم اللي جاي. وعايز كمان اتكلم على الفرحة الهستيرية اللي احنا شفناها امبارح بعد مباراة غزل المحلة. كلنا شفنا طبعا بعد المباراة فرحة الزمالك وشيكابالا وهو بيسحب المدير الفني للجمهور عشان يحيي الجمهور. حاجة بتخلي الواحد يعني يحمد ربنا على اللي هو فيه بأمانة. الناس دي أكبر طموحاتها اللي هي بتعمله ده دلوقتي، أكبر طموحاتها إن هم اللي هم بيعملوه. يعني ناس بقالها أكتر من 3 شهور محافظة على المركز الرابع، كسبت خسرت تعادلت، هي في المركز الرابع بقالها 3 شهور. وتيجي تشوف الفرحة اللي حصلت امبارح من اللعيبة، وكمان رد فعل الصحف الزملكاوية على المباراة واللي حصل فيها، يخليك مستغرب، يخليك مش عارف الناس دي يعني عايشة ازاي وايه اكبر طموحاتها. فيعني احنا شفنا فرحة محمد عبد المنعم في الهدف بتاع ماتش الوداد اللي هو بطولة افريقيا اللقب ال11 يعني. وتشوف الفرحه بتاعت شيكابالا بفوزه على غزل المحله امبارح. فحاجه غريبه، هو انتوا كسبتوا مثلا غزل المحله في دوري ابطال افريقيا؟ كسبتوهم مثلا في كاس مصر؟ يعني ما غزل المحله دي في الدور الاول غلبكوا 3-0. فحاجه غريبه بنشوفها من الناس دي، حاجه يعني تقول يعني تخلينا نقول الحمد لله على نعمه الاهلي، وان احنا يعني بنشجع النادي الاهلي وطالعين يعني يعني مش بنفس العقليه دي خالص. يعني اللي يشوف الفرحه امبارح بتاعه لعيبه نادي الزمالك والفرحه الهستيريه، حتى كمان بعد يعني في المباراه الجماهير بتتوعد النادي الاهلي في الماتش، بتقول لهم يعني بتتوعد النادي الاهلي وعايزينهم يعني ايه، بيقولوا حي حي، مستنيينهم في الدوري الماتش الدوري اللي جاي، كانهم يعني هم خلاص كده وصلوا لاكبر طموحاتهم. اكبر طموحاتهم ان هم يبقوا في المركز الرابع ويشاركوا في الكونفدراليه. وبيتكلموا على الحاجات اللي هم بيعملوها دي كانهم مثلا يعني لما هيلعبوا في البطوله العربيه ده بالنسبه لهم حاجه جامده، مع ان هذه بطوله وديه في الاول وفي الاخر. او لعبهم في الكونفدراليه، هم دلوقتي هينادوا بالتانيه يا زمالك، دلوقتي هينادوا بالتانيه يا زمالك. هنخلص من 6 يا زمالك وقعدوا عليها 20 ولا 23 سنه، دلوقتي هيقولوا التانيه يا زمالك في الكونفدراليه. وبعدين يعني لما تشوف زي ما قلت يعني تشوف الفرحه الهستيريه اللي عملوها يعني غزل المحله غلبوهم في الدور الاول 3-0. انتوا كسبتوا امبارح المحله 2-0. وبعدين الجون الاولاني في ناس من خبراء التحكيم قالوا ان الجون الاولاني غير صحيح. كل ماتش لازم الجون الاولاني يا من ضربه جزاء غير صحيحه يا من يا هدف مش صحيح. اولا الفاول مش فاول وتنفيذ الفاول غلط. فمش عارف احنا هنخلص امتى من الاحتواء، يعني مش عارف احنا هنخلص امتى من الاحتواء اللي احنا بنشوفه من الحكام لنادي الزمالك. وطبعا بعد المباراه هنشوف بقى الهيصه، طبعا في زيطه في اعلام الزمالك بسبب مباراه امبارح، هيصه وزيطه ومرتضى منصور طالع يقول لك ادي الصفقات اللي انا جبتها واللي انتوا بتعيبوا عليها. كله كلام ضحك على الدهون، بيضحك على جماهيره.
وكمان طلع عبد الشافي صادق في قناه نادي الزمالك بيتكلم على ان حسام حسن رمز من رموز نادي الزمالك. ليه؟ هو عمل ايه لنادي الزمالك؟ خد كام بطوله لنادي الزمالك؟ عمل ايه لمنتخب مصر؟ عمل ايه في فتره احترافه في اوروبا؟ زي ما بيتلقب كده باللاعب العالمي، مع ان اللقب ده ما يستحقوش. عمل ايه حسام ميدو؟ عمل ايه ميدو للزمالك ولا لمنتخب مصر ولا عمل ايه؟ الرموز في الزمالك بقى كتيره. حسام ميدو بقى رمز، شيكابالا بقى رمز، ومرتضى منصور رمز، وامير مرتضى منصور رمز، واحمد مرتضى منصور رمز، واعلام نادي الزمالك رموز. وسايبين الرموز الحقيقيه في نادي الزمالك، سايبين حسن شحاته وحلمي طولان وفاروق جعفر. الدنيا اتقلبت لدرجه ان انا دلوقتي ما بقتش عارف ارد على الناس اللي بتنزل بوستات اللي هي يعني حسابات الزمالك. ما بقتش عارف ارد غير ان انا اضحك وبس. اضحك وبس. يعني لما يقول لك ان انتوا زعلان، هم كاتبين كده في بوست ان زيزو، ان احنا زعلانين ان هم بيقولوا على زيزو احسن لاعب في مصر. لا، هو بعد جون امبارح بقى احسن لاعب في التاريخ. تخيلوا. يعني هدف امبارح بتاع زيزو ده خلاهم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك ان هو احسن لاعب في التاريخ. فيعني لنا الله، يعني لنا الله. وبعدين يا انت هتشوف من الحاجات دي كتير. بس انا كنت طالع اتكلم وعلق على، انا كنت مستني بس مباراه بيراميدز وسموحه تخلص عشان موضوع ان الزمالك بقى رسميا مش هيشارك في دوري ابطال افريقيا وهيشارك في الكونفدراليه. وهتسمعوا بقى الايام اللي جايه ان الكونفدراليه اقوى من دوري ابطال افريقيا، وان البطوله العربيه اقوى من كاس العالم للانديه. وبعدين يا جدعان انتوا بتتكلموا، ده اسمه يعني اولا جهل وحرمان. ده بيبين حرمان الزملكاويه او عجز اداره نادي الزمالك انها تعمل حاجه للنادي اساسا. اللي بيتكلموا عن النادي الاهلي وصل 5 سنين ورا بعض يلعب في كاس العالم للانديه. بقت المشاركه دلوقتي بالنسبه للاهلي في كاس العالم للانديه عادي، كانه بيلعب في الدوري. ما بيبصوش هم للانجازات دي. الاهلي وصل واخد 3 بطولات افريقيا من 4، واحنا طبعا عارفين الرابعه خرجنا منها بسبب اللي حصل في المغرب، وان الجواب اتخبى والكاف كان واقف مع المغرب والاتحاد المغربي، وعارفين طبعا كل اللي حصل هناك. فمهما تعملوا او مهما تتكلموا انتوا عمرك ما هتوصل لربع اللي عمله الاهلي. وكل واحد عارف حجمه، كل واحد عارف حجمه وعارف انجازاته وعارف بطولاته وعارف يعني هو واصل لغايه فين. لكن اللي بيحصل من الاعلام الزمالك او من ردة فعل امبارح ماتش غزل المحله والفرحه الهستيريه اللي احنا شفناها بعد الماتش، ده ما بيبينش غير الناس دي يعني طموحاتها قليله. يعني اكبر طموحاتها اللي هم فيه دلوقتي ده بالنسبه لهم انجاز. هي دي اكبر طموحاتهم. وحاجه يعني حاجه لما انا اسمعها او اشوفها استغرب ازاي عقل جمهور نادي الزمالك. هو طبعا مش كلهم، في ناس فاهمه وواعيه وعارفه ان كل الكلام ده هري وضحك على الدقون وكل حاجه، بس في ناس بتصدق ان هم وصلوا له ده انجاز، ان هم كسبوا المحله ده بطوله. انت ما كسبتش المحله في كاس مصر مثلا ولا في دوري ابطال افريقيا ولا لا. امال هتعملوا ايه مثلا لو خدتوا الكونفدراليه اللي جايه؟ مع اني ما افتكرش ان انتوا هتعدوا برضو من دور المجموعات زي افريقيا. فيا جدعان فكروا قبل ما تطلعوا الكلام. ما تفكروش الكلام اللي انتوا بتعملوه على صفحات الزمالك او اللي بتقولوه في القنوات الزمالك ده يعني بيستفز جماهير النادي الاهلي. لا، الحاجات دي بتضحك جماهير النادي الاهلي، بتضحكهم بجد. يعني انا لما بسمع كلام زي ده بقول سبحان الله، سبحان الله على عقليه الناس دي. والغريبه الناس اللي بتطلع على قناه الزمالك زي ما قلت قبل كده برضو ناس المفروض انها نقاد رياضه، يعني ناس فاهمه وناس دارسه وناس يعني
يعني مش عارف بصراحه. ف فعايز اقول يعني لو انتوا الموضوع ان انتوا كسبتوا المحله ده انجاز، فاقول لكم مبروك. لو وصلكم ان انتوا تلعبوا في الكونفدراليه ده انجاز، مبروك. بس لما نشوفكم بقى هتعملوا ايه في المرحله اللي جايه، هتعملوا ايه؟ انا بتمنى طبعا، يعني بتمنى من كل اللي بيشوف اللايف يعمل مشاركه عشان الناس تتفاعل معانا. وعايز اقول لكم ان يعني الصفحه لسه جديده، احنا معانا يعني تقريبا دلوقتي وصلنا 13,000 وشويه. بس كل اللي محتاجه بس من جماهير النادي الاهلي او من الناس اللي بتشوفنا في اللايف تدعمنا على القناه، لان القناه لسه جديده ومحتاجين نوصل ل 2000 او 3000 مشترك عشان القناه يعني يبقى في تفاعل وتبقى في شغل، بحيث ان احنا القناه ما تتضرش يعني. وطبعا احنا كل يوم بنتابعكم بالاخبار اللي بتحصل مع النادي الاهلي والتصريحات اللي بتطلع من اعلام نادي الزمالك، وكل ما بيطلع خبر احنا بننزله اول باول عشان الناس كلها تعرف وتتابع اخبار النادي الاهلي، وكمان تعرف التصريحات الغريبه والغريبه اللي بتحصل من بعض الناس اللي بتطلع على قناه نادي الزمالك. وكمان عبد الشافي صادق اتكلم على موضوع ان في هجمه على احمد حسام ميدو، والهجمه دي مش هجمه من حسام حسن ان احمد حسام ميدو بيتكلم في حق، لا، الهجمه دي على اساس ان هو بيتكلم كلام مش طبيعي. لما يطلع يقول لك احنا بنجهز فرقه للزمالك محدش هيقدر يقف قدامها، في ظل ان رئيس نادي الزمالك بيطلع يقول ان احنا معناش فلوس. تصدق مين؟ يعني منين انت بتجهز فريق محدش يعرف يقف قدامه، ومنين بتطلع تقول انا معيش فلوس حتى اجيب الاعضاء بتاعتي اللي سافرت مطروح ومش عارفين يرجعوهم؟ كلام يعني تحس ان الناس دي بالليل حاجه والصبح حاجه تاني يعني، او هم مش واعيين اللي بيقولوا، او عارفين ان بعض جماهير نادي الزمالك لما بتسمعهم ما عادي تسمع الكلام وخلاص. عامة انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وفي النهايه انا بتمنى من كل اللي يشوف اللايف يعمل مشاركه، وما تنسوش تعملوا دعم للصفحه واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلك كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي طبعا موجود، انا سايب لينك اليوتيوب على المنشور، يا ريت كل يخش القناه وكمان يقول لنا رايه في المحتوى ويقول لنا رايه في الحاجات اللي احنا بنقولها. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر وصفحه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.